أصبحنا وأصبح الملك لله. أنا كان تصليحهم هاي سياراتهم، بس أنا ما أقدر أطلب هاي. هواية من الأخوة سئلوا أنت ليش تلبس كمامة؟ تلبس الكمامة ليش؟ لأن أكو هواية أخبار قالوا إنه ضروري أن تحتمي من الكوفيد 19 لأن رجعت، وخاصة إحنا من نكون بمناطق العمل أو بالمدارس أو بتجمعات الناس لازم تكون أنت لابس كمامة. خلينا هسه اليوم نروح بجولتنا بعد ما صار الهيل الحالوب اللي نزل على السيارات. شنو الطريقة أو شنو الإجراء أو شنو الخطوة الثانية بعد ما صار عندك حادث؟ لما يصير عندك حادث لازم تتبع الخطوات اللي أنت مثل ما تقول تقدر تسويها بعد ما يصير عندك الحادث. أول شيء تتصل بشركة الانشورنس على مود تدخل المعلومات والسبب والأسباب اللي صارت الحادث اللي أنت تعرضت له، إذا كان كارثة طبيعية أو مثلا اصطدام بالشارع أو أي حادث يكون خلال وجودك بالشارع. أنت شنو الإجراء أو شنو الخطوات اللي تتبعها؟ راح نفوت احنا وياكم بهذه الجولة على ما نشوف ايش راح نسوي، وراح تقريبا يعني اعطيكم بعض المقتطفات وبعض الشغلات اللي سووها. اولا تراجع اذا كانت شركة التأمين مالتك قريبة عليك تراجعها او تتصل بها، وضروري انه انت منزل الاب مال الشركة مالتك على مود اذا اي شيء عندك يصير تقدر تكتب المعلومات وتكتب اسباب الحادث او الحادث تاريخه وكل المعلومات بيه، على مود حتى شنو يرجعوا لك رقم اسمه الكلايم نمبرز اللي هو انت تقدر تروح بيه لجراجات التصليح او شركات التصليح، على مود حتى شنو تتمم اجراءاتك وتسوي استيميت اللي هو تكاليف التصليح. يبقى هذا الشيء لك انت اذا تريد تصلح او ضررك قوي او انت تختار المكان او الشخص اللي يصلح لك. وانت ليش؟ لان انت اذا مثلا تصلح عند الناس اللي هي شركات راح تاخذ تكاليفه هوايه وراح تحملك مسؤوليه، وبالنتيجه شنو؟ يصعد عليك الانشورنس. يعني قيمه الانشورنس اذا كانت $100 بعد ما تصلح وبعد ما يصير عندك حادث ويعوضوك او يصلحوا لك السياره راح يكون اكثر من 150 او 120 130 يصير اذا تدفع شهريا. فخليك انت احرص على انه هاي الفلوس اللي راح تدفعها راح يسترجعوها الانشورنس باقساط شهريه او بالدفعات الشهريه اللي تدفعها انت للتامين. خلينا نشوف وين راح نروح واي شركات نزورها وشنو النتائج اللي راح تصير ويانا. يلا نروح ونشوف وين راح نكون. هاي اكو هنا، هاي اكو طبرة هنا شوية، هاي اكو هذلنا طبرات صارن بيها، شوفوا هذه بيها هيل. هاي ضروري جدا ان تكون انت مستكمل كل النقاط اللي لازم تكتسبها اذا صار عندك حادث او كارثة طبيعية تعرضت لها مثل هذا الهيل، او مثلا لا سامح الله اجى واحد ضربك او انت يعني سويت حادث، انت سببت الحادث. يعني لازم يكون عندك فول كفرج، ولازم تكون انت يعني كل النقاط مالها، ومن ضمنها حتى ايجار السيارة لما يكون عندك تصليح السيارة الخاصة بيك. وهسه وصلنا شركة الانشورنس وراح ندخل المعلومات ونشوف ايش راح يصير ويانا خلال رحلتنا او جولتنا اليوم. هسه دخلنا كل الاجراءات ودخلنا كل الامور اللي نحتاجها واخذنا عناوين. هسه راح احكي لكم عن التفاصيل كلها من خلال تواجدنا بالجولة. من الضروري ان تزور اكثر من محل على مود حتى تعرف كل واحد تقديراته للاضرار مالتك او سيارتك، وتعرف ايش قد القيمة التصليح، وتنتبه دائما انه شنو اللي راح يسووا لك اياه خلال مراجعتك لهم،
وتروح وتشوف واحد واحد. طبعا هسه احنا وصلنا للمكان اللي يصلحون به، هذا هو راح نروح له وراح نشوف ايش راح يسوي لنا. راح يسوي لنا ستيتمنت اللي هو تقرير عليها السياره، وش قد تصليحها وش قد تكلف، وبعدين نرجعها شركه الانشورنس. خلينا نشوفهم. اعتقد هذولا يمكن هذولا خلينا نشوف نطب ونشوف نسألهم. طبعا بعد ما حكيت وياه قال لي يعني ما اقدر اعطيك يعني تقديرات للسياره او ايش قد تكلف تصليح السياره. اذا دخلنا السياره سوينا يعني احصائيه مال التصليح مالتها، لازم تبقى السياره هنا. وتركنا اول واحد هذا ورحنا المحل ثاني، وهمتين قلنا خلينا نشوف شنو اللي راح يصير ويانا خلال مراجعتنا إليه. ليش؟ لأن كل واحد عنده رأي، وكل واحد من يجي زبون أكيد ما راح يفرط به، وضروري أن يدخل السيارة ويستفاد من الموضوع أكثر بأكثر. هسه رحنا هاي الشركة احنا نعرفهم، وهماتين شركة الانشورنس دزتنا وطتنا عنوانها، وخلينا نشوف شنو اللي راح يسووه ويانا وشنو اللي راح نشوفه من خلال تقديراتهم هم. انت زور اكثر من وحده، وبعدين بالاخير قرر ورجع الموضوع علما لشركة الانشورنس، وتقول لهم اللي صار وياك خلال مراجعتك كل هاي الشركات او هذه المحلات اللي خاصة بالتصليح. وبدأوا طبعا يشيكون بالسيارة وكل تفاصيل الهير، وصعدوا وشافوا القمارة والجوانب والبنيد، واحنا بنفس الوقت هماتين ارشدناهم على بعض الشغلات اللي موجودة، وهم بقوا يشوفون شنو آثار الأضرار وشنو قيمه. وخذوا طبعا معلومات السيارة والفين نمبر رقم الشاصي وبعض الشغلات الخاصة بالصبغ وهواي أمور. إحنا طبعا ظلينا وياهم، صار حكي ويانا خلال وجودنا، وقالوا إحنا راح نعطيكم هم موعد. ليش؟ لأن راح نتصل بشركة هيل تجي، لأن هواية سيارات تضررت خلال هذه الأيام. وطبعا رجعنا وياهم للأوفيس، وبقى رئيس العمل مالتهم يتصل ويحكي ويرتب الوضع، حتى بالأخير قال لنا بعد أسبوع أو أكثر من 8 أيام ترجعونا وتكون سيارة موجودة عندنا ونسوي لها فحص نهائي. هسه احنا المعلومات دخلناها، بس يبقى انه احنا راح نشوف شنو تكاليف القطع اللي راح تتبدل وشنو الشغلات اللي راح تصلح، ومن تجي شركة الهيل راح نقول لكم القيمة النهائية للتكليف. وهذا طبعا موقعهم مضروبة، هذه هنا يصلحونهم تصليحهم هاي السيارات. ورحنا المكان آخر. ليش؟ لأن كل ما تشوف أكثر من واحد تحصل نتيجة أحسن. ورحنا قلنا خلينا نجرب وكيل شركة فورت اللي موجود قريب علينا تقريبا حدود ربع ساعة، وهسه وصلنا يمه وراح نسألهم ونشوف مكان تصليح البودي شوب يعني سمكري، وشنو اللي راح نصير او يصير ويانا خلال وجودنا يمه. بس دائما البودي شوب او السمكرة يخلوها منعزلة عن مكان الشركة او مكان الوكيل. ليش؟ لان هواية سيارات عندهم يخلوها بها اضرار، فما يريدون يشوهون مكان. المهم دخلنا للأوفيس وحاولوا يساعدونا بالموضوع، وسألنا على مكان تصليح. وبعدها
I Smith, if you have, and I go to the my insurance. Yeah. Okay. Okay. Let me show you that ride. This is here. Yes, sir. Either one of these gentlemen, there's one on his left side and there's one on the right side, so one of them should be able to assist you. هسه طالع عنوان وراح نروح للبودي شوب الخاص بيهم كشركه او كديلر، لان هنا هم ما عندهم بس سيرفيس. هذا شركه فورد سيرفيس، وعندهم هاي المرحله الثانيه هي جدا صعبه. ليش؟ لان انت وين تلقي لك واحد على مود يسوي وياه شو اسمه تقييم للحاله او للدامج اللي انت عندك. توجهنا المكان السمكري هسه اللي راح نروح له، وهو قريب من يمه، وفتنا وشفنا ايش راح يصير ويانا. هاي السياره همتين بها هيل دامج، شوفوها هم لقيناها هنا. هسه طبينا احنا ونشوف. ونفس الحاله صارت. ليش؟ لان اكو زحمه مثل ما تشوفون بسبب ما موجود من اضرار بالسيارات اللي صار نتيجه الحالوب قبل يومين. فلهذا همتين صار موعد انه ناخذ الاسبوع الثاني، بس نفضل انه نجي لهذولا احسن. ليش؟ لان راح يعطونا تقديرات وناخذها للانشورنس، وبعدين احنا على اساسها نقرر. انتظرونا طبعا فيديو جديد او جوله جديده نكمل وياكم الاجراءات، على مود حتى واحد من يصير عنده حادثه او حادث شنو اللي يسوي. اولا يدخل معلومات السياره ويراجع شركه الانشورنس، وبعدين يبدي يراجع محلات التصليح على مود ينتبه انه ياخذ اعلى تقدير ويوديه شركه الانشورنس. وبعدين انتظروا ايش راح يصير عندنا وشنو الاتفاق اللي راح يصير ويانا بشركه الانشورنس من راح نرجع لكم. وهسه احنا اخذنا موعد طبعا مثل ما تشوفون خلال 12 بالشهر الجاي، يعني اكتوبر 12 راح نكون احنا موجودين الساعه 9 الصبح يومهم، يوم هاي الشركه، وراح يدخلون السياره. وبنفس الوقت احنا لازم شنو عندنا يعني خاصيه ايجار سياره اذا نريد، بس احنا عندنا سيارات ما راح نأجر سياره. ورجعنا طبعا بطريقنا شركه الانشورنس. طبعا مثل ما شفتوا محلين زرناهم احنا، وكان الحكي مالتهم نفسه، قالوا يذبون السياره لازم واحنا نسوي التقديرات الخاصه، اللي يتبدل واللي يصلح. وبالنسبه للهيل نجيب شركه واحد من شركه خاصه بالهيل ويصلحها، وبعدين احنا ندز التقديرات او الريسيت لشركه الانشورنس. هنا تقريبا نشكركم لوجودكم ويانا، متابعتكم للموضوع، رجعنا مره ثانيه، واهتمامكم. شكرا للي تحمدونا على السلامه. شكرا للاخوه المتابعين دائما الداعمين. اقول لكم في امان الله، واشوفكم جوله جديده ان شاء الله. لا تنسونا لايك سبسكرايب، انتظرونا بجوله جديده ان شاء الله. في امان الله، واشوفكم بخير وسلامه.